هي لازم هيجي تنوكل هيجي بالخمسة. رمضان مبارك، ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب. اليوم راح نبلش سلسلة رمضان. فطورنا اليوم فلسطيني، راح نسويه مسخن بس على طريقتي. فيلا نبلش. مسخن يعني هواية بصل، ايش قد ما تقدرون تجيبون بصل جيبوا. وهاي القشور لا تذبوها، اغسلوها كل زين. بس بعد شوية اقول لكم ايش راح نسوي بيها. طاوة هواية زيت زيتون، خلي البصل ملح ونعيفه على النار ناصي لحد ما يتكرمل. عادة المسخن الفلسطيني الأصلي ينقعون الخبز بمي طبخ الدجاج، بس لأنه أنا ما أكل دجاج راح نسوي مرقة خاصة بينا. بعد ما غسلت قشور البصل كلش زين راح أضيفها بجدر بمي حار، لأنه هي نكهة عادة كلها بالبصل والسماق. شوية بهارات، سماق، دبس رمان. نصير عندنا البصل بهذا الشكل، نضيف السماق. حتى نعوض البروتين راح نستخدم بروتين الصويا، نسلقه بهذا المي اللي سويناه، بس قبلها نعزل من عنده شوية والباقي نسلق بيه البروتين. نخليه على نار هادئة تشبع بالنكهة. عندنا البصل بهذا الشكل راح نشيله نخليه بماعون نحمس بروتين الصويا هاي الطاوة، ونخليها بنفس البهارات. بس راح نضيف عليه هذا المي اللي عزلناه ونرجع على النار بس يتلابسون سوا ويصير جاهز. صينية فرن أو طاوة وخبز، أي نوع خبز، بس أنا هذا المتوفر هسه. نفس الشي على النار. صار عندنا المسخن جاهز. هاي الخبزة الجوانية تكون كريسبي. الوصفة رهيبة كلش طيبة. هسه أقول لكم تقبل الله طاعاتكم وأشوفكم بوصفة ثانية.